أهلا وسهلا بيكم في بودكاست دكتور الشغل، البودكاست اللي بيهتم بصحة أي حد بيشتغل. أنا مصطفى الشاهد، مدرس طب المهن بجامعة عين شمس، وهشارك معاكم في كل حلقة نصائح عن صحتكم في مكان شغلكم. هنتكلم عن المخاطر والأمراض المهنية وإزاي نمنعها أو نعالجها. لو أنت بتشتغل فالبودكاست ده ليك. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست دكتور الشغل، والنهاردة هنتكلم عن واحد من أهم التعرضات الفيزيائية اللي بنتعرض لها في شغلنا، وهي الحرارة. الصيف جه وكلنا بدأنا نتعرض لحرارة كتير، وخصوصا الناس اللي بتشتغل في أماكن حارة يبقى الوقت ده من السنة صعب جدا، لأنه بيعرضهم لكتير من المشاكل الصحية. وعشان نفهم ده محتاجين نفهم إزاي الجسم بيقدر يتخلص من الحرارة في الوقت اللي بيبقى فيه درجة الحرارة عالية حواليه. الجسم في الحالة دي بيبدأ يفرز العرق، والعرق هو عبارة عن مية وملح، وبيجي بعد كده الهواء يبخر العرق ده، وبالتالي ياخد معاه جزء من الحرارة اللي موجودة في جسم البني آدم، وبالتالي يقدر يحافظ على درجة حرارة 37 طول الوقت. العرق بيتكون من ايه؟ العرق بيتكون من مية وملح، وبالتالي خسارتنا للعرق بنحتاج ان احنا نعوضها عن طريق ان احنا نشرب مية وناكل حاجات فيها املاح، بحيث ان احنا نقدر نعوض الاملاح والمية اللي فقدناهم. هيحصل ايه لو انا عوضت حاجة وما عوضتش التانية؟ يعني كمثال ان انا عوضت المية عن طريق ان انا شربت وما عوضتش الملح عن طريق ان انا ما اكلتش، او العكس ان انا اكلت وما شربتش. تعالوا نشوف المثل الاولاني، ان انا لو انا شربت من غير ما اكل، اللي هيحصل ان انا مش هبقى عطشان، والاملاح اللي في جسمي هتقل، وبالتالي هيبدأ يزيد المية في جسمي، والمنسوب ما بينهم يبدأ يختلف، وبالتالي ممكن أبدأ أخش في حاجات زي إن رجلي تورم، أو يبقى عندي شد عضلي نتيجة إن العضلات خزنت المية فيها. ده أبسط حاجة ممكن تحصل لو أنا معوضتش الملح. طب لو أنا معوضتش المية هيبقى عندي عطش شديد جدا، هيبدأ أصدع، هيبقى المية في جسمي تقل، برضه هيحصل عدم توازن ما بين الأملاح والمية في جسمي، وأبدأ أخش في صداع ووجع وإرهاق نتيجة إن أنا عوضت الاملاح وما عوضتش الميه. الحاله دي هيحصل لنا اللي بيسمى بالاجهاد الحراري نتيجه ان احنا ما عوضناش الميه او ما عوضناش الملح، وممكن يخش في غثيان ونحس ان احنا عايزين نرجع ونبقى تعبانين. اظن كلنا عارفين الشعور ده لما نبقى عطشانين او نبقى مش واكلين كويس. تعالوا بعد كده نتكلم على الحاجه الاخطر هي ضربة الحر، او اللي احنا بنطلق عليها يعني اصطلاح ضربة الشمس. في الحالة دي الجسم بيفقد قدرته على العرق تماما، وبالتالي درجة الحرارة بتاعت الجسم بتبدأ تعلى بشكل غير مسبوق. في الحالة دي بنلاقي الشخص اللي قدامنا جلده أحمر وناشف وسخن نتيجة إن هو مفيش عرق، وبالتالي ما بيفقدش أي درجة من درجات الحرارة. الشخص ده ممكن يبدأ يخش في مشاكل ليها علاقة بالجهاز العصبي بتاعه، فممكن يفقد وعيه، ممكن يبدأ يهلوس، ممكن يبدأ يقول كلام مش متعودين منه إن هو يقوله، يفقد أعصابه. كمان درجة الحرارة بتاعت الجسم بتعلى جدا فوق 40، وده ممكن يسبب مشاكل في مجموعة كبيرة من أعضاء الجسم نتيجة اختلال الشغل فيها. ده بيحصل ليه؟ نتيجة إن مركز تظبيط الحرارة في المخ بيفقد وظيفته، وبالتالي مبقاش فيه عرق، وبالتالي مش قادرين نتخلص من الحرارة، والحرارة دي تفضل جوه جسمنا عامل لنا مشاكل. أعرف إزاي إن اللي قدامي ده داخل في ضربة حر؟ أولا زي ما قلنا هنلاقيه فقد وعيه، وبعدين هنلاقيه إن هو جلده ناشف وسخن ومحمر، وكمان الشخص ده هيلاقي درجة حرارته عالية جدا. ففي الحالة دي لازم انقله على طول على المستشفى، او لو انا عايز اسعفه اسعافات اولية هرش على جسمه مية، مش تلج مش حاجة تانية، هرش عليه جسمه مية وابعده عن الشمس واحطه قدام مروحة. هعمل حاجة كده شبه العرق. طيب ايه هي الشغلانات اللي فيها تعرض كتير للحرارة؟ اولا لو طبيعة شغلي بتعرض لافران، مثلا زي الناس اللي بتشتغل في مصانع الحديد والصلب او الازاز او الافران، دول اوريدي بيتعرضوا لحراره درجه حراره عاليه وهتاثر عليهم سواء صيف او شتاء. او الناس اللي بتشتغل في الشارع زي عمال البناء او ضباط المرور، دول بيتعرضوا لدرجات حراره عاليه، او في الاماكن المقفوله زي مثلا الناس بتشتغل في جراشات او خلافه. طيب ايه هي بقى الحاجات اللي تخليني اكثر عرضه ان انا يحصل لي اضطرابات حراريه نتيجه درجه الحراره العاليه؟ اولا لو انا سني كبير في السن او سني صغير في السن قوي ممكن يحصل لي كده. مش شرط اكون اتعرضت للشمس بشكل مباشر، عشان كده احنا بنقول عليها ضربة حر مش ضربة شمس. بعض الامراض الجلدية وبعض الامراض الجسمانية والادوية اللي احنا بناخدها بتقلل افراز العرق، فده هيخليني اكثر عرضة ان انا يجيلي ضربة حر. لو انا مش متعود على المجهود اللي بعمله، يعني مثلا لو انا شخص كنت بشتغل مهندس طول عمري في المواقع، فوانا طول ما انا بشتغل في المواقع كنت كويس، بعدين اترقيت وخدت وظيفة ادارية بقالي فيها 5 سنين، دلوقتي نزلت اشتغل في الارض الواقع ومتعود بقى على ان انا بشتغل زي زمان. لو نزلت دلوقتي ممكن يجي لي ضربة حر، لان بقالي فترة مش متعود، جسمي مش متعود.
وبما اننا بنتكلم على التعود، فهو فعلا دي اسمها تعود على الحرارة. الناس بتعمل ده، بتخلي جسمها تتعود على الحرارة عن طريق ان هم يعملوا مجهود قصير لفترات بتقعد تطول 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 لغاية ما جسمه يبدأ يفرز عرق بسرعة وكميات قليلة، وده هيخليه يحافظ على درجة حرارته كتير، وده بنسميه اكليماتيزيشن او التعود على الحرارة. ازاي احمي نفسي من الحرارة ودرجة الحرارة العالية؟ اولا بتجنب ان انا اقف في الشمس لفترات طويلة، وبحاول ان انا اقف في اماكن مظللة معظم الوقت، وبيبقى معايا سوائل باردة كتير ومية، وما ننساش يبقى في اكل معانا بسيط كده يكون في حاجة مالحة عشان ما احنا هنفقد املاح. كمان بلبس ملابس خفيفة وقطنية، وكمان بحاول ابقى موجود في تكييف او في بعيدا عن الحرارة معظم الوقت. وفي فكرة لطيفة ممكن نعملها، ان احنا ناخد دش كل شوية. ده هيخلينا ان احنا نقلل درجة حرارة جسمنا بشكل كبير، خصوصا لما كانش فيه تكييف او مروحة موجودين في المكان. وبكده نكون انتهينا من الحلقة دي عن الحرارة اللي هي مهمة جدا في فصل الصيف، وناخد بالنا عشان ما يجيلهاش اي اجهاد حراري او ضربة شمس. ولو لقينا حد بدأ يعاني من اعراض ضربة الشمس نبعده عن الحر وندخله في مكان ضلة ونرش عليه شوية مية كده ونشغل مروحة. في نقطة مهمة، ان كل اللي احنا قلناه وليه علاقة بالحرارة لا يغنينا ان احنا نحط ضواقي الشمس اللي بيحمينا من الاشعه فوق البنفسجيه اللي ممكن تسبب لا قدر الله حروق في الجلد او لا قدر الله سرطانات بعد كده في الجلد، بالذات الناس اللي بتتعرض للشمس بشكل مباشر. وبكده تكون حلقتنا خلصت عن الاجهاد الحراري وضربة الحر او ضربة الشمس. انا بشكركم على حسن الاستماع، ويا ريت تتابعونا، ولو عندكم اي اسئله تقولها لنا على دكتور الشغل في تويتر او جروب دكتور الشغل على الفيسبوك. ان شاء الله هيكون عندنا حلقات جايه كتيره في الموضوع المهم ده وهو صحتنا في الشغل.